بعد الإنجاز التاريخي بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم العام الماضي، من الطبيعي أن يبحث منتخب المغرب على التأكيد والمنافسة بجدية على لقب كأس الأمم الإفريقية. ورغم أن المدرب وليد الركراكي حاول إبعاد الضغط على لاعبيه قائلا أن منتخب بلاده ليس المنتخب الوحيد المرشح للفوز باللقب، وسلط الضوء على منتخبات الكوت ديفوار والسنغال ومصر وتونس، إلا أننا نؤمن أن الأمور إذا ذهبت في اتجاهها الصحيح فإن أسود الأطلس هو المنتخب الذي سيفوز باللقب. ولكن يبقى السؤال: كيف ستكون التشكيلة المثالية للمغرب في منافسات كأس الأمم الإفريقية؟ قبل البداية لا تنسى دعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة حتى يصلك كل جديدنا. في حراسة المرمى ياسين بونو. قبل خروجه من الليغا كان بونو دوما في منافسة مع تير شتيغن وكورتوا على لقب أفضل حارس في الدوري الإسباني، ووصل بونو إلى مستوى يجعله من بين أفضل الحراس في العالم. ومع انتقاله إلى الدوري السعودي تمكن من الحفاظ على مستواه، ولا يزال يستطيع اللعب في أفضل الفرق في العالم. ويعتبر منتخب أسود الأطلس من المنتخبات المحظوظة في إفريقيا بامتلاكها الحراس الأفضل في القارة، مثل منتخب السنغال ومنتخب الكاميرون. ومن المتوقع أن يقدم بونو إضافة قوية لمنتخب بلاده، مثل إضافته الكبيرة التي كانت في كأس العالم، خاصة في المباريات الكبرى. في مركز الظهير الأيمن أشرف حكيمي. لا سبيل لمنافسة المغرب في هذا المركز، فمنتخب أسود الأطلس يمتلك أحد أقوى الأظهرة في العالم. بالإضافة إلى ذلك فإن شخصية حكيمي تطورت بشكل كبير خلال السنوات الفارطة، وأصبح أحد قادة المنتخب المغربي، فقد اكتسب خبرة كبيرة بعد تجاربه في العديد من الأندية الأوروبية. ولا شك أنه سيكون أحد الأسس التي سيبني عليها وليد الركراكي تشكيلته المفضلة في كأس الأمم الإفريقية. في مركز الظهير الأيسر يحيى عطية الله. عطية الله قدم مونديالا استثنائي في قطر، وكان أحد أبرز لاعبي المنتخب المغربي. نعم، هو في منافسة في هذا المركز مع نجم البايرن نصير مزراوي، لكن الإصابة التي تعرض إليها مزراوي خلال الفترة الأخيرة وغيابه عن آخر مباراتين لعبها فريقه في البوندسليغا قد تجعل عطية الله يتخلص من هذه المنافسة، ويبدأ الكان بشكل أساسي في مباريات المجموعات على الأقل. ولكن سوى لاعب مزراوي أو عطية الله فإن منتخب المغرب آمن في هذا المركز، وأيا منهما سيقدم الإضافة إن شارك بشكل أساسي. في مركز قلب الدفاع الأول نايف أكرد. مؤخرا انهالت العروض على مدافع نادي ويست هام نايف أكرد، فهو دون مبالغة أحد أفضل مدافعي البريمير ليج هذا الموسم، وهذا ما جعل نادي ميلان ونادي روما يرغبون في التعاقد مع نجم المنتخب المغربي، بالإضافة إلى كبار الدوري السعودي مثل نادي النصر ونادي الاتحاد. ولكن آخر المعطيات تقول أن أكرد سعيد جدا في البريمير ليج، وهو حاليا يصب كل تركيزه على كأس الأمم الإفريقية، ويرغب قبل كل شيء في تقديم الإضافة لمنتخب بلاده. ودون شك سيكون أكرد أحد أكثر اللاعبين الذين يعتمد عليهم الركراكي في خطته. في مركز قلب الدفاع الثاني رومان سايس. مبدئيا سيكون سايس قائد المنتخب المغربي هو الذي سيشارك محور الدفاع رفقة نايف أكرد، ولكن سايس لن يكون في مأمن، فهو يدخل في منافسة شرسة مع عديد اللاعبين، لعل أبرزهم المدافع الذي لم يتجاوز سنه 20 عاما شادي رياض، المعاري من نادي برشلونة لنادي ريال بيتيز، والذي يقدم موسما استثنائيا رفقة النادي الأندلسي، بالإضافة إلى وجود المدافع صاحب الخبرة الكبيرة يونس عبد الحميد. ولكن كابتن منتخب أسود الأطلس لديه أسبقية طفيفة على هذا الثنائي، ويمتلك ثقة كبيرة من الشعب المغربي، والأهم أنه يحظى بثقة الركراكي. في مركز وسط الميدان الدفاعي سفيان مرابط. نعم، الأمور لم تسر بشكل جيد مؤخرا مع مانشستر يونايتد بسبب فلسفة المدرب إيريك تين هاغ، الذي قرر فجأة أن سفيان مرابط ظهير أيسر في بعض الأحيان أو لاعب قلب دفاع في مرة أخرى، لكن هذا لم ينقص شيء من لاعب المنتخب المغربي، ففي كل مرة يلعب فيها مع اليونايتد في مركزه الطبيعي يقدم أداء جيدا ويصبح أحد أفضل لاعبي الارتكاز في البريمير ليج.
لكن كل هذا ليس بالأهمية القصوى، فدور مرابط مع منتخب المغرب معروف لدى الجماهير ومدرب أسود الأطلس، ومثلما قدم مونديالا استثنائي من المتوقع أن يكون مرابط أحد نجوم الكان في هذه السنة دون أدنى شك. في مركز لاعب الوسط الأول عز الدين أوناحي، أخيرا فاز أوناحي بمكان أساسي رفقة نادي أولمبيك مارسيليا، ففور قدوم المدرب جينارو غاتوزو خلفا لمارسيلينو على رأس نادي الجنوب الفرنسي، تمكن أوناحي من حجز مكان أساسي دائم رفقة المدرب الإيطالي. هذا التطور في مسيرة أوناحي جاء في وقته، لأن منتخب المغرب يعول كثيرا على فنياته في كان الكوت ديفوار. أوناحي الذي أرانا العجب في مونديال قطر بشهادة عمالقة كرة القدم على غرار المدرب لويس إنريكي، سيكون دون شك أحد العناصر الأساسية والمهمة جدا في تشكيل المنتخب المغربي الذي سيخوض غمار كأس الأمم الإفريقية. في مركز لاعب الوسط الهجومي أمين حارث، طبعا لن يكون كأس الأمم الإفريقية مثل المونديال، حيث سيتعين عن المغرب صناعة اللعب، خصوصا حينما يتعلق الأمر بمواجهة فرق دفاعية، ودون شك فإن الركراكي قد جهز نفسه لهذا السيناريو ولعب بأمين حارث كصانع ألعاب في مباراة منتخب تنزانيا الأخيرة. لكن طبعا اللعب بهذه الطريقة لن يكون أمام جميع المنتخبات، ففي بعض الأحيان سيجد الركراكي نفسه مجبرا على تعويض حارث بياملاح نجم نادي فالنسيا، أو صابيري لاعب نادي PSV ايندهوفن، أو اللاعب الأكثر مشاركة خلال الفترة الماضية بلال الخنوس نجم نادي جنك البلجيكي. وهذا ما يميز منتخب المغرب عن غيره من المنتخبات، حيث يتمتع أسود الأطلس بالمرونة التكتيكية المهمة جدا في مثل هذه المسابقات. في مركز الجناح الأيمن حكيم زياش، بعد غيابه بسبب الإصابة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية أمام منتخب ليبيريا، عاد زياش في مباراة المغرب الأخيرة أمام منتخب تنزانيا ونجح في التسجيل. ورغم أن بداية هذا الموسم رفقة نادي غالاتاساراي كانت متعثرة للنجم المغربي بسبب بعض الإصابات التي تعرض إليها، زياش تمكن من المشاركة في آخر مباراتين مع فريقه، وهو يستعيد شيئا فشيئا إمكانياته ولياقته البدنية، وسيكون جاهزا بنسبة 100% في أول مباراة في كان الكوت ديفوار. وطبعا سيكون الركراكي أسعد الناس به، فهو أحد أكثر اللاعبين الذين استعملهم مدرب المنتخب المغربي منذ إشرافه على تدريب أسود الأطلس. ويبقى زياش قيمة ثابتة رغم أنه لن يكون في مأمن من المنافسة على هذا المركز. في مركز الجناح الأيسر سفيان بوفال، خلال السنوات الماضية تمكن نجم نادي الريان القطري من حفر اسمه في تاريخ منتخب المغرب، فقد كان حاسما في أكثر من مناسبة، ولكن رغم ذلك ستكون المنافسة هذه المرة قوية جدا بتواجد الزلزولي وخاصة نجم نادي ليفركوزن الألماني أمين عدلي. عدلي هو أحد أفضل اللاعبين في البوندسليغا الألمانية حاليا، وخلال 20 مباراة التي شارك فيها هذا الموسم تمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة 8. لكن خبرة بوفال مع أسود الأطلس قد تحسم المنافسة في هذه المسابقة لفائدته، لكن هذا متوقف على أدائه وأداء منافسيه خلال المباريات الودية التي ستسبق الكان. في مركز قلب الهجوم يوسف نصيري واحد من بين أفضل المهاجمين في الدوري الإسباني، هذا مؤكد، وشارك بشكل أساسي في مونديال قطر، وكان أحد أبرز العناصر في منتخب أسود الأطلس. ولكن المنافسة هذه المرة أكثر شراسة من منافسيه على هذا المركز في مونديال 2022. أيوب الكعبي يقدم أيضا مستوى استثنائي مع نادي أولمبياكوس، ونجح في تسجيل 12 هدفا خلال 25 مباراة شارك فيها رفقة فريقه خلال هذا الموسم. وهذا يعني أن نصيري يجب عليه التأكيد إذا أراد المحافظة على مكانه الأساسي، وإلا فإن الكعبي سيكون في الانتظار. إن أعجبك هذا الفيديو وترغب منا في الاستمرار، فدعمنا بلايك للفيديو واشترك في القناة حتى يصلك كل جديدنا.